ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. في برنامج تونسي كده يقال ان هو كوميدي ساخر. هو بصراحه مش كوميدي خالص ولا ساخر، هو ماسخ. جايبين فيه شخص ملبسينه روكه شبه شعر محمد صلاح وتيشيرت وعمال يمسخ ويهين محمد صلاح. نشوف الفيديو. كابتن محمد صلاح، مرحبا بيك في تونس. السلام عليكم. شحوالك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ الحمد لله. السلام عليكم. امورك باهيه؟ الحمد لله. السلام عليكم ورحمه الله. عندي ليك بعض الاسئله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. برشا استفسارات على شخصيه محمد صلاح. وعليكم السلام عليكم. نبدا بالسؤال الاولاني وبالصوره هذه، شاهد معي. السلام عليكم. الواضح انكم عايزين تجيبوا مشاهدات وفي مبالغه في السخريه، تقريبا في ازدراء اديان وفي اهانه لشخصيه محمد صلاح والتزامه ودينه. علاش ما تحلقش شعرك، يعني ما تحجمش شعرك؟ والله العظيم انا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. انا مش شكرا انا كنت مش عايز احلق شعري لاني في امل. عندك امل؟ لا مش اسبوار، امل زي ما تقولوا. جمل يعني جمل يعني. مش جمل، جمل. قمل. لما احلق شعري الامل بيموت. الجمل وانا كنت مش عايز اقتل الجمل اللي في شعري، دي هي عايشه بتمشي انا والله الله على اخلاقك. شعر صدرك فين راح يا محمد صلاح؟ شعر صدري حلقته. علاش؟ حلقته بالجلد عشان اتبرع به للفقراء يحطوه بطانيات وكوفرتير. هذا نادر، هذا فخر العرب، هذا وحيد زمانه هذا. طبعا الحمد لله. انا عارف ان محمد صلاح مش اله عشان ما فيش حد يتكلم عليه، بس يا اخي شغل دماغك كده. ده الاجانب ما عملوش كده، اللي عندهم ثقافه السخريه والهزار اكبر بكتير من عندنا. نقوم احنا كعرب نعمل ده كنوع من انواع الترند وجلب المشاهدات واننا نعمل ضجه على حسابه. والله العظيم عيب اللي انتوا بتعملوه ده. معدين البرنامج تونسيين، مقدم البرنامج تونسي، والشخص اللي جاي بيتمسخر على محمد صلاح تونسي، ودول قله اكيد ما بيمثلوش الشعب التونسي. الشعب التونسي شعب جميل ما يرضاش بالاهانه دي. اللي حصل في البرنامج ده مش سخريه ولا هزار ولا حتى قريب منهم اصلا. الهجوم على رمز من رموز مصر بطريقه مستفزه وفي اهانه كبيره، غباء جدا من البرنامج. وخصوصا ان تونس مشاركه في كاس الامم الافريقيه الجاي، وكاس الامم الافريقيه الجاي هيقام في مصر وتونس مشاركه في البطوله. يعني من الاخر دي طريقه مستفزه منهم ان هم يعملوا حاجه زي دي، كانهم عايزين يعملوا مشكله. يا ريت يبقى في رد فعل واضح وصريح من تونس للاهانه دي، لان محمد صلاح في الغالب بيسكت بس الجماهير مش هتسكت. ما تجيش انتوا تستفزوهم في الاخر تزعلوا. هو لما قال ان عنده امل في شعره وان حالق شعر صدره، القيامه ما قامتش يا توانسه زي ما انتوا بتقولوا. بس انتوا فاهمين الضحك والسخريه غلط. دي مش سخريه، دي قله ادب. السخريه والهزار انك تسخر او تهزر على فعل شخص، ما تهزرش وتسخر على هيئته، على شكل، على ملامحه، على حاجه في جسمه. دي مش هزار، دي قلة أدب ووقاحة. وصدقوني الموضوع ما بيضحكش، وأي عربي هيتفرج على الفيديو ده هيتضايق، أنا واثق من ده. أما بالنسبة لصلاح أبو مكة فهو مش هيرد عليكم، هو هيرد في الملعب.